السلام عليكم ورحمة الله. بمناسبة الذكرى 50 للمسيرة الخضراء، وتزامنا مع الإعلان عن 31 من أكتوبر كعيد وطني للوحدة، نقدم إليكم قراءة تحليلية شاملة وجامعة حول العلاقة الشاذة بين المملكة المغربية والجزائر. وتسعى هذه القراءة بقلم السيد حسن ناجح إلى دراسة هذه العلاقة من الناحية السيميائية والنفسية والظاهراتية، من خلال تفكيك البنية الرمزية والوظيفية لسلوك العداء الذي تمارسه المنظومة الجزائرية، والذي يمكن توصيفه بمصطلح المغربوفوبيا. ويمكن للمشاهد قراءة المقال من خلال شرائح العرض التقديمي أو الاستماع إليه كتسجيل صوتي. المغربوفوبيا. المغربوفوبيا حين يتحول الهوس بالمغرب إلى عقيدة دولة. بقلم حسن ناجح. مقدمة. تشريح الظاهرة. خلال الأشهر الأخيرة، وتصادفا مع قرار مجلس الأمن التاريخي بخصوص ملف الصحراء الغربية المغربية، تشهد ديناميات شمال إفريقيا تصاعد ظاهرة عدائية ممنهجة تجاه المملكة المغربية، يمكن توصيفها بمصطلح المغربوفوبيا. هذه الظاهرة تجاوزت إطار المنافسة الإقليمية التقليدية لتتحول إلى عقيدة كراهية مؤسساتية، تستهدف تقويض صورة المغرب والنيل من مشروعه التنموي والسياسي، والمس بوحدته الترابية والسيادية. ولفهم هذه الآلية فهما أعمق، لابد من قراءة سيميائية ونفسية وظاهراتية لتصرفات المنظومة الجزائرية. وتتمحور غاية هذه القراءة حول إبراز الكيفية التي يتحول بها العداء إلى آلية دفاعية بنيوية لدى نظام يكابد أصلا اهتزازا في شرعيته، فينشغل بالبحث عن عدو خارجي يسقط عليه تناقضاته الداخلية، ويسوغ من خلاله إخفاقاته البنيوية. واعتمادا على ذلك، سيتبع التحليل منهجية ثلاثية الأبعاد: بعدا وجوديا يبرز العداء كحاجة داخلية بنيوية، وبعدا جيوسياسيا يراه أداة للتنافس الإقليمي، وبعدا رمزيا يحوله إلى حرب على الدلالات والهوية. إن مقاربة هذا الانزياح الجيوسياسي أنومالي جيوبوليتيك تتطلب تجاوز التحليل السياسي الكلاسيكي نحو قراءة سوسيونفسية وأنثروبولوجية تلامس بنية الخطاب وإنتاج المعنى والسلوكيات. فالظاهرة ليست مجرد عداء سياسي، بل هي استراتيجية دلالية محكمة وحرب على العلامات وعلى الحق في السرد، تهدف إلى تشويه الشرعية الرمزية للمملكة المتجذرة في تاريخها، إذ تبدو المغربوفوبيا كبناء دلالي مصاغ بعناية في الوعي الجمعي، يستند على تجريد الخصم من الإنسانية ديزيومانيزي لادفيرسير لتبرير الكراهية ضده، ولبناء خطاب أيديولوجي متكامل تستخدم فيها علامات أولية مبسطة مثل الصور النمطية المتكررة، تليها علامات ثانوية مثل السردية الإعلامية المبنية على المغالطات. الفصل الأول: الإطار النظري، الآليات النفسية والمؤسساتية. الآليات النفسية السياسية للعداء. بعد الاستقلال، تبنى النظام الجزائري الذي انقلب على روح الثورة والمجاهدين الحقيقيين خطابا بطوليا زائفا لتغطية خيانته التاريخية وغياب شرعيته السياسية. ومن الواضح أيضا أنه منذ ذلك الحين ارتكز نظام جيش الحدود على المؤسسة العسكرية كمصدر وحيد للسلطة، وأثر فشله في تحويل الشرعية الثورية إلى شرعية تنموية، احتاج إلى عدو وظيفي يحل محل المستعمر، حيث يعيد من خلاله ترتيب شرعيته المهزوزة. فكان المغرب هو الغريمة المثالية، وبناء على هذه المعادلة اختار الجار الشرقي أن يلجأ إلى استعمال المغربوفوبيا كآلية لصرف الانتباه عن أزماته الداخلية، مستخدما إياها لتوجيه السخط الشعبي وتبرير القمع الداخلي، وذلك عبر توجيه السخط الشعبي نحو عدو خارجي، تبرير قمع المعارضة
باتهامها بالعمالة، إطفاء الشرعية على الرقابة الاجتماعية والإعلامية باسم الأمن القومي. فكل أزمة داخلية تفسر من خلال المغربوفوبيا، وكل خطاب تعبوي يؤسس عليها، حتى تحول هذا العدو المفترض إلى محور تأويلي دائم وفالح تبنى حوله السياسات والرموز العقائد الرسمية للدولة. وعند مواجهة الأزمات الداخلية بطالة مرتفعة، اقتصاد ريعي للمحروقات، وتكاليف باهظة لدعم البوليزاريو، تسقط الجزائر تلقائيا إخفاقاتها على المغرب كآلية دفاعية نفسية. إن تحول الكراهية إلى مورد رمزي للشرعية، يمكن النظام من تغيير التركيز الداخلي عن إخفاقاته الحكومية. كما لا يجب أن ننسى أن شرعية هذه المنظومة العسكرية الحاكمة حاليا بالجزائر لم تبنى على عقد اجتماعي، بل فرضت بقوة الحديد والنار، كما تشهد على ذلك جراح العشرية السوداء التي لم تندمل بعد. ولا يتوانى النظام بتذكير هذه المأجة كلما أراد شن حربا موازية ضد الأصوات الحرة والمثقفين، وهي في جوهرها حرب معلنة ضد الحقيقة ذاتها ولمنطق نفي البديهيات. الانزياح من التنافس إلى العقدة النفسية. كل هذه الآليات النظرية لم تبقى حبيسة الإطار الأكاديمي، بل تفجرت في الواقع عبر عدة ممارسات من طرف نظام الجزائر، خصوصا بعد قدوم الصيغة الجديدة من الحكام بعد الحراك الشعبي، حيث تحول شكا النزاع مع المملكة المغربية من صراع حدود إلى صراع وجود. وفي هذا السياق تم نقل المغربوفوبيا من منافسة واقعية إلى توجه أيديولوجي مؤسساتي مستدام، ثم إلى سيكولوجية جماعية داخل بنية الدولة الجزائرية. ومع مرور العقود تحولت تلك العدائية من موقف سياسي ظرفي إلى معتقد راسخ يتم تغذيته بالمناهج الدراسية والخطابات العامة، ويستعمل ذريعة دائما لكل توتر أو عجز داخلي، حتى غدت جزءا من الهوية السلبية للنظام. فالمسألة أقرب إلى عقدة تثبيت نفسي منها إلى حساب استراتيجي عقلاني. وفي هذا الاتجاه تستخدم السلطة الجزائرية آلية الانشطار النفسي سبليتينج لتقسيم العالم إلى فئتين ثنائيتين: نحن إن جروب المثاليون الثوريون الأبطال، الآخر أوت جروب المتآمرون الرجعيون المخزن، بوصفه بنية رمزية للدولة كثيرا ما يساء تأويل مدلولها خارج السياق المغربي. هذه الثنائية تبسط الواقع المعقد وتوفر غطاء أيديولوجيا للسيطرة، مما يجعل من المغربوفوبيا أداة لصيانة الشرعية الداخلية أكثر من كونها سياسة خارجية عقلانية. وهذا التناقض الصارخ بين الخطاب والممارسة يعكس حالة من الفصام السياسي المرضي، حيث تعيش المنظومة الحاكمة في واقع موازن صنعته لنفسها. وهكذا لم تعد المغربوفوبيا خيارا سياسيا مرحليا، بل تحولت إلى جزء كبير من بنية ثقافيا ونفسيا متوارثة داخل الوعي الشعبي الجزائري، ما يستدعي تفكيكها في مستوياتها الرمزية والنفسية. الفصل الثاني: الاضطراب الرمزي والآخر المتخيل. يكشف التحليل المقارن عن اختلاف جوهري في بناء الهوية الوطنية بين المغرب والجزائر، نابع من مسارين تاريخيين متباينين. اضطراب النظام الرمزي الجزائري في مواجهة استمرارية المخزن. يمثل المخزن في المخيال المغربي بنية رمزية عميقة تمنح الدولة استمرارية تاريخية وشرعية متجذرة في الدين والتاريخ، وخاصة الثقافة الوطنية التي يطلق عليها اسم التمغربيت. في المقابل نشأت الدولة الجزائرية من قطيعة ثورية مع الماضي الاستعماري، دون أن تنجح في بناء سردية وطنية موحدة ومتصالحة مع ذاتها. فغياب الأب المؤسس الحقيقي وارتكاز الشرعية على خطاب التحرير وحده خلق فراغا رمزيا مستمرا لا يمكن للهواجس الإيهامية سده. لتعويض هذه الفجوة يتم ترسيخ عقيدة ملايين الشهداء كرقم مقدس وغير قابل للنقاش، يمثل ضرورة سياسية لإضفاء الشرعية على النظام وتغذية موقع الضحية البطل. يمكن تحليل هذا التأكيد المفرط على الذات على أنه متلازمة التأكيد ما بعد الاستعمار، وهي استجابة بنيوية لصدمة الهيمنة التاريخية، وضرورة سياسية تهدف إلى استعادة الكراهية وإضفاء الشرعية على سلطة النخب الجديدة. وفي السياق المتصل يعتمد النظام الجزائري على نسيان انتقائي للذاكرة المشتركة،
متجاهلا عمدا دعم المغرب لثورته بالسلاح والرجال، لأن الاعتراف بذلك يهدد السردية الثورية ويظهر التناقض الأخلاقي في تصوير المغرب كعدو. ويتحول هذا التناسي إلى خيانة رمزية حين يوجه الود نحو المستعمر السابق ويعامل الشقيق كخصم، ما يعكس اضطرابا نفسيا عميقا في هوية النظام العاجز عن التمييز بين العدو الواقعي والآخر الذي يكشف انشطاره الداخلي. الآخر كمرآة للنقص الداخلي. أمام هذا الفراغ الرمزي يتحول المغرب إلى الآخر المتخيل الذي تسقط عليه الجزائر لا وعيها الجمعي وما تفتقر إليه من شرعية واستقرار. كل ما يرمز إليه المغرب من تاريخ عريق ووحدة ترابية وشرعية دينية يصبح موضوعا للحسد والنفي، فيما يتحول النقص الداخلي إلى عداء عبر ما يسميه التحليل النفسي الجرح النرجسي. وفق التحليل ذاته يغدو ملف الصحراء الغربية والشرقية علامة كبرى تجسد فيها معركة المعنى والهوية، وهو بالنسبة للمغرب رمز للوحدة والسيادة، فيما يقدم للرأي العام الجزائري كعلامة على التحدي والانفصال. فالنتيجة هي معادلة بنيوية واضحة المعالم، فالمغرب يمثل الدولة الرمزية المستمرة ذات الشرعية المتراكمة، والجزائر تمثل الدولة المقطوعة الجذور الباحثة عن ذاتها في مرآة الآخر. إن هذا التباين ينتج علاقة مرضية من عداء تعويضي، حيث لا تستطيع الجزائر تحقيق توازنها النفسي والسياسي إلا عبر إبقاء المغرب كعدو، لأنه المرآة التي تبرر بها عجزها عن التأسيس الذاتي. وتحت وطأة التكييف النفسي باستخدام طريقة بافلوف، يجد المواطن الجزائري نفسه أسيراً لبنية نفسية وثقافية موروثة ومفروضة، حيث عمل النظام على ترسيخها بشكل مبرمج عبر المناهج الدراسية والخطاب الإعلامي الرسمي الموسوم بالباطل والبهتان. وهذا التكييف الممنهج يدفعه لرؤية العالم من خلال منظار الانشطار النفسي الثنائي، ويحول جاره المغربي في مخيلته إلى السبب الجاهز والعدو الوظيفي الذي تسقط عليه كل ظواهر عقده. ومع تفاقم المغربوفوبيا لدى بعض الجزائريين وتشكيل لدى بعضهم تصور وظيفي للوطنية مسنود بالدعاية الرسمية، وفوق ذلك تميل شريحة واسعة من المستخدمين الجزائريين النشطين على وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما في الحسابات الموالية أو المحرضة إلى تبني خطاب قائم على الإهانة والعنف اللفظي كأداة من أدوات الصراع الرمزي. في المقابل، يبدو أن المنظومة التعليمية والإعلامية في المغرب لم تؤدلج المواطن المغربي ولم تحاول تكييف نفسيته، مما ساهم في صقل صورة جماعية أكثر انفتاحا على المستوى الدولي، تقابلها للأسف صورة نمطية سلبية للجار الجزائري في أوساط عديدة. الجحود التاريخي والثورة المسلوبة. يعتمد النظام الحاكم على نسيان انتقائي للذاكرة المشتركة، متجاهلا دعم المغرب التاريخي لثورته التحريرية، لأن الاعتراف بذلك يهدد السردية الثورية الأحادية. إن أس المشكل يكمن في أن الشرعية في الجزائر خلافا للمغرب لا تكمن في شرعية الدولة كمؤسسة ضاربة في التاريخ، بل تكمن في مشروعية الثورة وما أنتجته من وعي، لتصبح بذلك أيديولوجية ظرفية بدلا من أن تكون أصالة تاريخية متراكمة. وهذا الإخلال الجوهري في جوهر الشرعية هو الذي يفرض على النظام البقاء في وضع الاستنفار الدائم. لا تعود أزمة الهوية الجزائرية إلى الاستعمار فحسب، بل إلى ما يصطلح عليه خيانة الحلم الثوري، حين صادر الجنرالات إرادة الشعب بعد الاستقلال. ولتغطية هذا الانقسام الداخلي جرى إسقاط اللوم على المخزن بوصفه رمزا مضادا يمثل ما تفتقده الجزائر: الأحقية والصحة التاريخية والاستمرارية والانسجام بين الماضي والحاضر. وهكذا تتحول المغربوفوبيا إلى عقيدة دفاعية تعويضية تنتج باستمرار خطاب العداء الخارجي، بينما تخفي خلفها إخفاقات البناء الداخلي. هذه الجروح النفسية والهوياتية العميقة لا تبقى حبيسة اللاوعي الجمعي، بل تتفجر في الفضاء العام على شكل حرب منهجية على الرموز والدلالات، والتي سنحللها في الفصل التالي. الفصل الثالث: آليات الحرب السيميائية، من الإسقاط إلى التكرار. إذا كان الفصلان السابقان قد كشفا عن الجذور النفسية والرمزية للمغربوفوبيا،
فإن هذا الفصل ينتقل إلى تحليل الآليات العملية التي تنتقل بها هذه العقدة أو العقيدة إلى حرب ملموسة على المعنى. فالملاحظ أن النظام الجزائري في عز مواجهة أزماته البنيوية المتراكمة الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية يلجأ إلى اختراع عدو خارجي يسقط عليه تناقضاته العميقة ويعلل عبره إخفاقاته المتتالية، فيجد في المغرب المرآة المثالية لذلك الإسقاط النفسي الذي أضحى الجماعي. وبناء عليه يتبين أنه إذا كانت الكدمات النفسية هي الوقود، فأن الحرب السيميائية هي ساحة المعركة الفعلية. الإسقاط والمحاكاة الهستيرية. بينما يرسخ المغرب موقعه كفاعل إقليمي مؤثر عبر دبلوماسية هادئة وفعالة، يبقى الخطاب الرسمي الجزائري انفعاليا وشعاراتيا، فهو لا يقدم بديلا ولا رؤية، بل يكتفي بخلق تهديد خارجي دائم. وفي هذه الحالة يعد الإسقاط النفسي الذي سبق ذكره ضمن الإطار النظري من أبرز آليات الدفاع التي تمكن الذات من نقل ما تنكره من صفات ومخاوف داخلية إلى الآخر، ليغدو هذا الآخر مرآة مشوهة تعكس القبح الذي تعجز الذات عن رؤيته في نفسها. وفي السياق الجزائري تمارس هذه الآلية على نطاق سياسي ومؤسساتي، إذ يوظف النظام الجزائري آلية الإسقاط لتفسير كل أزمة يواجهها، فيقدم المغرب في الوعي الرسمي بوصفه السبب الجاهز لكل خلل أو فشل أو توتر اجتماعي. وعلاقة بالموضوع يمكن استدعاء استعارة أدبية مفيدة هنا، كصورة دوريان غراي في رواية أوسكار وايلد، حيث يسعى النظام إلى الحفاظ على مظهر ثوري نقي في خطابه العام، ولكن تخفي اللوحة الحقيقية أي الواقع الاجتماعي والسياسي تشوهات عميقة وقبحا متراكما. والمفارقة الكبرى أن النظام الذي يدعي الطهر الثوري هو نفسه الذي ينتج الفساد ويبرره، فيتحول الخطاب إلى أداة تجميل رمزية تخفي القبح بدل معالجته. وقد أنتج هذا الانفصام البنيوي بين خطاب الثورة وممارسة السلطة كائنا سياسيا يعيش عقدة وجودية عميقة تتفاقم مع إخفاقاته المتتالية. وفي هذه اللعبة الرمزية المتناقضة تتحول المغرب فوبيا إلى الآلية التي تسمح بإلصاق كل القبح الداخلي على عدو خارجي مخترع، فتحسن الصورة الظاهرة ما يفسد الواقع. والأخطر في هذه الحالة أن النظام لم يعد يكتفي بتصدير صورة مزيفة، بل أصبح هو نفسه أسير هذه الصورة، يصدق كذبه في حالة متقدمة من خداع الذات. وهذا الإسقاط يتحول إلى هوس محاكاتي، حيث يسعى النظام إلى مقارنة نفسه باستمرار بالمغرب وتبرير فشله عبره. لكن الحقيقة تتجلى في مؤشرات الواقع كموجات الهجرة غير الشرعية التي تفضح عجز النموذج التنموي الجزائري. الإدمان على التنافر والتكرار. من منظور سيميائي يعتبر هذا الإسقاط تحويرا للمعنى transmutation du sens، حيث تعاد تدوير الدلالات لصالح الذات عبر نزع القيمة عن الآخر. فالمغرب لا يقدم كفاعل حضاري، بل كتهديد وجودي يجب تحييده. إنها معركة على العلامة قبل أن تكون حربا على الواقع. ومنذ ستينيات القرن الماضي ظل الخطاب العدائي نفسه يتكرر، ولأن النظام يعاني أزمة شرعية مزمنة، فهو في حاجة دائمة إلى تحويل الصراع الخارجي إلى وسيلة رمزية لإعادة بناء صورته الداخلية وتبرير استمراره في السلطة. على هذا الأساس فإن هذا التكرار ليس صدفة، بل هو إدمان على التنافر المعرفي يمنح النخبة الحاكمة شعورا زائفا بالاستمرارية والسيطرة. يعمل هذا التكرار كآلية لتفريغ التوتر الجماعي، شأنه شأن من يحاول حرث البحر أو زرع الرمال. فالنظام الجزائري يظل يكرر نفس الخطاب العدائي في حلقة مفرغة، يبذر بذور الكراهية في تربة غير قابلة للإنبات، فلا يحسد سوى مزيد من العزلة والفراغ يمنع كل إصلاح حقيقي. وفي استعارة أخرى يبدو النظام كمن يعيش مأساة لواية جلد الأسى لبلزاك، حيث يؤدي الإفراط في الأوهام إلى استنزاف طاقة الحياة. كل من غمس النظام في العداء تقلصت طاقته الحيوية السياسية، وعليه
وحسب علم النفس يبدو التغير واضحا فيما يخص سيكولوجية الطغمة العسكرية. فإذا كان الإسقاط آلية دفاعية، فإن التكرار يتحول مع الوقت إلى إدمان مرضي على التنافر المعرفي. الإعلام وإعادة إنتاج الخطاب المغلق. تحول الإعلام الرسمي إلى جهاز لتكريس المغربوفوبيا عبر خطاب مغلق ديسكور كلو، يعتمد على الصور النمطية والتكرار الدعائي مرفقا بالإشاعات والافتراء ناهيك عن الكلام المبتذل. ويرفض هذا الجهاز أي معنى جديد لا يتوافق مع السرديات الرسمية. كما يمتد هذا الخطاب إلى الفضاء الرقمي، حيث تستخدم الحسابات الوهمية والمؤثرون لنشر التضليل وتشويه صورة المغرب، مستفيدا من الانعكاسات النفسية إثر تنفيذ وهم المعرفة لنشر المحتوى العدائي، تطبيقا لنظرية جوزيف جوبلز مهندس ماكينة الدعاية الألمانية لمصلحة النازية وأدولف هتلر، التي تتلخص في أكذب أكذب ثم أكذب حتى يصدقك الناس. أمثلة ذلك كثيرة. يتهم المغرب بالتجسس، بينما تمارس النظام الحاكم بالجزائر أعلى درجات الرقابة الداخلية. تدان الرباط بالتطبيع، فيما تعقد الجزائر صفقات مع قوى مرتبطة بالاحتلال أو خصومها التاريخية. تصور المبادرات المغربية في إفريقيا كهيمنة، بينما يظل الاقتصاد الجزائري رهين الريع الخام. ورغم نجاح الدعاية الجزائرية في ظاهرها في تأجيج الكراهية داخليا وتأجيل المواجهة مع أزماتها البنيوية عبر صناعة الفزاعة الخارجية، ويوحد الخطاب الرسمي حول الخطر المغربي وإعادة إحياء الوطنية عند الجماهير، فإن هذا النجاح ظل انفعاليا ومؤقتا، أقرب إلى مسكن رمزي منه إلى مشروع وطني فعلي. فهي تخدر الوعي العام دون أن تصلح الواقع، وتعيد إنتاج الأزمة داخل بنية مغلقة من الإسقاط والتبرير. وفي الخلاصة أن المغربوفوبيا ليست سوى إسقاط نفسي ممنهج لأزمة الذات الجزائرية التي تخشى مواجهة واقعها الداخلي، فتهرب إلى بناء عدو خارجي يعيد توازنها المتخيل ويبرر استمرارها في الوهم الثوري، لتتحول من ظاهرة سياسية إلى بنية دفاعية نفسية تحكم الوعي الجماعي وتوجه السلوك الرسمي. ومن هذا المنطلق يصبح الانتقال إلى تحليل الاضطراب الرمزي ضروريا لفك شفرة هذه العلاقة المرضية. الفصل الرابع: صراع العلامات من التراث إلى الخوارزميات. تجاوزت المواجهة بين المغرب والجزائر مجال الرمزية لتصل إلى الساحة الجيوسياسية الدولية، حيث لم تعد الرموز والمواقف مجرد عناصر تواصل سياسي، بل تحولت إلى أسلحة دلالية تستخدم في حرب ناعمة تدار بالمعنى وتخاض بالصورة وتوجه بالسرد. تعرف الحرب السيميائية بأنها صراع على الرموز والمعاني، يهدف كل طرف فيه إلى السيطرة على السردية الجماعية وتوجيه الإدراك العام نحو تصور معين للواقع، بحيث لا يخاض النزاع بالسلاح بل باللغة، ولا يربح بالأرض بل بالدلالة. وقد امتدت الحرب السيميائية لتشمل رموز الهوية والفضاء الرقمي في حرب شاملة على الذاكرة والإدراك. التراث اللامادي كساحة للصراع والاستيلاء الرمزي. يشكل التراث الثقافي اللامادي المغربي كالقفطان والزليج والكسكس رأس مالا رمزيا وقوة ناعمة تعبر عن السيادة الثقافية والعمق التاريخي. في المقابل تلاحظ محاولات جزائرية متكررة لإعادة تأطير هذا التراث ضمن سرديتها الوطنية عبر تقديم ملفات إلى اليونسكو تتضمن عناصر مغربية أصيلة، وهو ما يمثل استيلاء رمزيا appropriation symbolic على الحرف اليدوية المغربية. هذه المحاولات التي تمتد إلى تأميم شخصيات تاريخية هي نوع من السطو على الدلالة. إنها حرب على الأصل قبل أن تكون على الاسم، مما يجعل الدفاع عن التراث المغربي دفاعا عن الحق في المعنى والأصالة. الفضاء الرقمي، هندسة الإدراك والوعي. أصبحت المنصات الرقمية المسرح المركزي للمعركة الرمزية. في هذا الفضاء تستخدم تقنيات مثل التزييف العميق ديب فيك
والذكاء الاصطناعي لخلق واقع فائق حسب توصيف جان بودريار، حيث يصبح الزيف أكثر إقناعاً من الحقيقة. هذه الآليات تهدف إلى هندسة الإدراك وصناعة وعي جمعي افتراضي يمكن توجيهه سياسياً. وفي هذا المنوال يتحول الخطاب الرسمي والإعلامي والثقافي إلى أدوات إنتاج للمعنى تستخدم في إدارة الوعي وتوجيه الانفعالات الجماعية. وعلى الرغم من عدم وجود ميزانية محددة ومعزولة بشكل علني للدعاية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن التحليل يكشف عن نظام رقابة مالية تفرضه الدولة، يحول المشهد الإعلامي إلى جهاز قوي للحرب الإعلامية. تلعب الوكالة الوطنية للنشر والإشهار ANAP دوراً محورياً في هذا النظام، حيث تقوم بتوزيع عائدات الإعلانات من الشركات العمومية. تسمح هذه الآلية بمكافأة وسائل الإعلام الموالية للحكومة وخنق الأصوات الناقدة اقتصادياً، والنتيجة هي إعلام متجانس وعديم التأثير يكتفي بترديد البيانات الرسمية، مما يوفر منصة جاهزة لنشر الروايات المناهضة للمغرب. من جهة أخرى، برزت ظاهرة المؤثرين الوطنيين الذين يتحولون إلى فاعلين سياسيين موازنين عبر إنتاج محتوى تعبوي، غالباً ما يستند إلى معلولات مضللة أو سرديات قومية متشنجة. يعاد إنتاج الكراهية ضد المغرب في هذا الفضاء عبر تكتيكات متكررة مدعومة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي بهدف فبركة أخبار عن تجسس أو تطبيع ومحاولة تشويه رموز المغرب، ربط المبادرات المغربية بمخططات غربية أو استعمارية، تكرار المصطلحات المهينة ميروكي، ميروك، الملكية المتواطئة، التلاعب برأي الشباب لتحريضهم ضد بلدهم، جيل زاد. إنها عملية منظمة من التضليل السيميائي، حيث يستخدم الرمز اللغوي لتفكيك الشلعية الرمزية للآخر. ويعتمد الإعلام الجزائري في هذه العملية على لغة التحريض والإزاحة الدلالية لتثبيت صورة سلبية عن المغرب، من خلال إعادة إنتاج رموز ومفردات تحمل بمعان مقلوبة. ويتجسد هذا الانزياح اللغوي في ممارسة التنمر والخوض في الأعراض والشرف، فضلاً عن استخدام مصطلحات ذات دلالة قطحية مثل ميروكي، ميروك، باللدانة، بذن الكنية، بدلاً من التسمية الرسمية المغربي والمغرب، في محاولة النزع الشرعية التاريخية والثقافية للمملكة وإلصاق هوية مصطنعة بها. هذا التلاعب اللغوي ليس بريئاً، بل هو جزء من استراتيجية رمزية تهدف إلى تقزيم المغرب ثقافياً وفصله عن محيطه العربي الأمازيغي، وتصويره بذلك ككيان منفصل وشاذ ينعت بلغة أجنبية. وقد نجحت هذه العمليات نوعاً ما مع بعض المراهقين الذين لبوا نداء الخروج إلى الشارع للاحتجاج ضد الحكومة دون أن يعرفوا من وراء حملات خادم ديسكورد ومن يسير الوقفات الشبابية، حتى انحرفت هذه التظاهرات إلى أعمال من الشغب والتخريب شوهت صورة الاحتجاج الإصلاحي وأفرغته من قوته الرمزية ومن شرعيته الدلالية، وشكلت بذلك منعطف في تاريخ الحركة الفتية التي كانت مبدئيا سلمية. لحمة الشباب دون 20 عاماً حينما تصبح الكرة رمزاً للسيادة. وفي خضم هذه الحرب السيميائية الرقمية جاء الرد الأكثر بلاغة ليس من خطاب سياسي بل من الواقع الميداني نفسه. ففي وقت كانت فيه الأصوات المعادية للمغرب في الخارج تراهن على أي انقسام داخلي بعد خروج الشباب إلى الشارع للاحتجاج على وضعية التعليم والصحة، بزغ من رحم المغرب العميق جيل جديد لم يحمل لافتات سياسية بل أحذية رياضية وقلوبا تنبض بحب الوطن. هذا الجيل الذي تجسد في المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما والمكون في غالبيته من أبناء الأحياء الشعبية والمناطق المهمشة حول طاقة الشارع من احتجاج محتمل إلى احتفال أسطوري. لم يكن فوز شباب المغرب بكأس العالم مجرد تفوق رياضي، بل كان ردا رمزيا وسياديا من الطراز الرفيع. لقد كان بمثابة بيان صامت أبلغ من كل الخطابات السياسية، مفاده أن الشباب المغربي حين تتاح له الفرصة يختار بناء المجد بدل الانجرار وراء دعوات التيئيس. الكاس التي رفعت في سماء العالم لم تكن مجرد معدن ثمين، بل كانت تجسيدا لنجاح نموذج مغربي قادر على تحويل التحديات إلى انتصارات وتوحيد أمة بأكملها خلف حلم مشترك.
لقد أحدث هذا الإنجاز التاريخي حالة من الفرحة العارمة التي شلت كل محاولات التشكيك والتحريض. فالشوارع التي كان يخشى أن تمتلئ بالمتظاهرين امتلأت بالمحتفلين، والأعلام التي كانت ترفع في سياقات متفرقة توحدت تحت راية النصر. وبهذا الانتصار أخرست ألسن كثيرة كانت تتربص بالمغرب، إذ كيف يمكن انتقاد أمة يحتفل شبابها بإنجاز عالمي بدل أن يهاجر في قوارب الموت؟ لقد كانت تلك اللحظة بمثابة هدف حاسم في حرب الرموز، أثبت فيه المغرب أن قوته الحقيقية تكمن في طاقة أبنائه وقدرتهم على صناعة الأمل. الرد المغربي، استراتيجية الدبلوماسية الرمزية وإعادة الترميز. وأمام منطق يصر على هندسة العداء باعتباره مورداً للشرعية، يختار المغرب الاستثمار في هندسة المعنى باعتباره مصدراً للسيادة الرمزية. هذا التباين هو الذي يعيد تشكيل موقع البلدين في الخريطة الدلالية الإقليمية. في مواجهة هذه الحرب، تبنى المغرب في الآونة الأخيرة استراتيجية استباقية ترتكز على إعادة الترميز الدلالي (resignification), تحويل الرموز التي تعرضت للتحريف إلى أدوات جذب وإشعاع عبر تدويل التراث وتعزيز الحضور الرقمي الإيجابي. مواجهة التقاطع الدلالي لانترسيني، وهو الفضاء السيميائي حيث تشوه العلامات ويخلق فراغ سردي عبر الإفك والافتراء. وقد واجه المغرب ذلك ببناء سردية وطنية منفتحة وشفافة بجعل السيما تتكلم عن نفسها، تحويل الانتصارات الرياضية والثقافية إلى رموز سيادية. يستخدم المغرب تألقه الرياضي كرد رمزي وبيان صامت على قدرة النموذج المغربي على تحويل التحديات إلى انتصارات، موحدا الأمة خلف حلم مشترك وإخراس ألسنة المتربصين. وبينما تواصل الآلة الإعلامية الجزائرية بث خطاب الكراهية والعدمية، يركز المغرب على بناء سرديته الإيجابية كفاعل إقليمي متوازن. اختارت المملكة الاعتماد على دبلوماسية رمزية تجمع بين البراغماتية والتأثير الثقافي، والهدف من هذه المقاربة هو تحول المعنى إلى رأس مال رمزي يقوي الحضور الدولي للمغرب ويضعف فاعلية الخطاب العدائي المقابل. الفصل الخامس: التوازنات الدولية، من الحصار الدبلوماسي إلى فاعلية القوة الناعمة. فرنسا ومتلازمة فرانكنشتاين. يقدم التحليل السيميائي لحالة الجزائر من خلال استحضار رواية فرانكنشتاين لماري شيلي مدخلاً رمزياً لفهم أزمتها البنيوية. فالجزائر في هذا التأويل تمثل المخلوق الذي تمرد على صانعه، أي على النموذج الذي أنجبها. ويمكن قراءة الحالة الجزائرية من خلال متلازمة فرانكنشتاين كاستعارة سيميائية. لا يجب الإغفال عن الواقع التاريخي الذي يشهد أنه قد تم تكوين من طرف فرنسا الجزائر من أجزاء مقتطعة من أراضي من الدول المجاورة. فالنظام الجزائري الذي ولد من رحم الثورة انقلب على قيمها التأسيسية مثل المخلوق في رواية ماري شيلي. هذا الانفصام البنيوي بين خطاب الثورة وممارسة السلطة أنتج كائنا سياسيا يعيش عقدة وجودية عميقة، يرفض صورته التي تعكسها المرآة المغربية لأنها تذكره بما فقده من أصالة وشرعية. وكما يطارد المخلوق خالقه، فإن السياسة الجزائرية تطارد فرنسا، فمفاتئ تلاحقها إلى عقر دارها لتقوم بأعمال الشغب والجرائم، كما أنها تقلدها في المأكل والملبس واللغة. والأخطر أنها تحاول على غرار فرنسا خلق كيان مصطنع غير قابل للاستمرارية في شخص البوليزاريو. وهكذا تحولت الجمهورية الوهمية، هذا الكيان الغير الطبيعي والشاذ الذي خلق عكس السيرورة التاريخية ليكون أداة ضد المغرب، إلى عبء إرهابي يهدد استقرار المنطقة بأسرها ويستنزف صانعه. هذه المتلازمة تلقي الضوء على الطبيعة المتناقضة للاستراتيجيات القائمة على خلق الأعداء، حيث تتحول الأداة إلى تهديد لصانعها. وكما هي نهاية كل مسخ، فإن مصير هذا الكيان السياسي هو التفتت الداخلي، حين يعجز عن إيجاد عدو خارجي فيلتهم نفسه. وباستمراره في سلك العنتريات والتباهي بالقوة الخارقة والمساحة والتفاخر، يبدو هذا النظام كعملاق بأقدام طينية
قوي في المظهر لكنه هش في الجوهر، يبني شرعيته على أسس من رمال متحركة. كلما ازداد ضخامة في خطابه ازداد خطر انهياره تحت ثقل تناقضاته. كما تم التطرق له في التحليل سالفا، فالنظام العسكري يعيش حالة انفصام رمزي بين صورته المعلنة وواقعه المكبوت، مما ينتج قلقا سياسيا مستمرا يترجم في سلوك دفاعي عدواني تجاه الخارج، تحديدا تجاه المغرب، الذي يعكس عقد النقص المتجذرة في بنية سلطته وحكامته. ومن جهة أخرى، فإن الحاكم الجزائري بتركيزه على العداء الوجودي للمغرب بات قد أهمل التحديات الحقيقية لبلده، وباتت سياسته الخارجية مجرد انعكاس لأزمته الداخلية، مما جعله نظاما أسيرا لخياله الثوري، عاجزا عن التعايش مع المبدأ الذي أنجبه بنفسه، ومطاردا بشبح الثورة التي تحولت من مصدر شرعية إلى عبء رمزي يثقل الحاضر. وفي هذا الهوس بالآخر ضاعت الرؤية الاستراتيجية الحقيقية لخدمة المصالح الوطنية العليا، فكلما ازداد الواقع تشوها ازداد الخطاب تجميلا، وكلما تراجعت الشرعية تعاظمت الشعارات الثورية كآلية تعويض رمزية، لتصبح المرغبوفوبيا في هذا السياق مرآة نرجسية تسجن الذات في دائرة وهمها التاريخي، حيث يتغذى الماضي من صورته لا من الواقع، وتتحول الذاكرة إلى سجن رمزي يعيد إنتاج أزماته إلى ما لا نهاية. أما فيما يخص علاقة المغرب بفرنسا، فتمثل الأزمة وجها آخر من الاصطدام الرمزي يتأرجح بين نموذجين للعلاقات الدولية: نموذج قديم قائم على الوصاية الثقافية والمصالح التقليدية منذ الاستقلال، ونموذج مغربي حديث قائم على الندية والسيادة والاستقلالية الاستراتيجية والتمغربية. من المنظور السيميائي، تسعى الرباط إلى تفكيك الرمز الأبوي الفرنسي الذي ظل يمثل مركز الشرعية الثقافية والسياسية في المنطقة، فمن خلال إعادة صياغة شراكاتها تؤكد المغرب نضجها السيادي وتعلن انتهاء مرحلة التبعية الرمزية لباريس. وعلى ذكر المستعمر، لابد من الإشارة إلى أن أحد أعمق جذور عدم الاستقرار في المنطقة يكمن في الخطأ التاريخي الجسيم الذي ارتكبه المستعمر الفرنسي حين أقدم على بتر أراضٍ شاسعة من عمقها التاريخي والجغرافي المغربي والتونسي، وضمها إلى ما كان يعرف بالجزائر الفرنسية. لم يكن هذا الترسيم الهندسي للحدود مجرد إجراء إداري أو تنظيم استعماري للفضاء، بل عملية سياسية ممنهجة هدفت إلى معاقبة الدول المجاورة التي دعمت المقاومة الجزائرية، وإلى تسهيل السيطرة على الموارد الطبيعية من خلال تفكيك الامتدادات القبلية والتاريخية التي شكلت النسيج المنطقة عبر قرون. لقد أسس هذا القرار الاستعماري لحدود مصطنعة ومختلة زرعت بذور نزاع أقليمي دائم، وخلقت واقعا جيوسياسيا مشوها لا يزال إلى اليوم يغذي التوترات ويعيق أي مشروع للتكامل المغاربي الحقيقي. الطموح الدولي والدبلوماسية الذكية. يمثل ترشح المغرب لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن 2028-2029 خطوة استراتيجية لتكريس صورته كقوة دبلوماسية مؤثرة وقادرة على تمثيل مصالح القارة الأفريقية فيما يشبه منصب العضو السادس الموازن. هذا التوجه يدعمه اعتراف دولي متزايد بجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع الأقليمي. التحالف الاستراتيجي وإعادة صياغة المفاهيم. أحدثت اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم 2020 تحولا جيوسياسيا، محولة الرمز من المحرم السياسي إلى الأداة الاستراتيجية في إطار تحالف أوسع. تمكن المغرب من تحييد الدلالة السلبية للتطبيع عبر إعادة ترميزه في إطار دفاعه عن مصالحه العليا وسيادتها. الدبلوماسية الناعمة، الدين والرياضة وأفريقيا. يعتمد المغرب على ركائز ناعمة متعددة: الدبلوماسية الدينية عبر مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة لتصدير نموذج إسلامي معتدل، القوة الرياضية من خلال تنظيم واستضافة الأحداث الكبرى كأس العالم 2030 لتعزيز صورة الدولة الحديثة المنفتحة، الدبلوماسية الأفريقية عبر نموذج الشراكة الاقتصادية المتكافئة ومشاريع التنمية، مقدما بديلا عن الخطاب الأيديولوجي القديم الذي تتبناه الجزائر عبر حليفتها جنوب أفريقيا. من ناحية أخرى، تعد العزلة المتزايدة للجزائر على الساحة الدولية نتيجة مباشرة لتمسكها بخطاب أيديولوجي يوصف بالمنغلق والمتقادم، فببقائها أسيرة لخطابها الثوري القديم شهدت الجزائر تآكل نفوذها الدولي، مما زاد من عزلتها السياسية والإعلامية.
وتتجلى هذه العزلة بشكل ملموس في إخفاقات دبلوماسية عديدة، فضلاً على التهميش المتزايد بسبب دعمها لجمهورية خيالية الذي أصبح عبئاً دبلوماسياً عليها. ويتباين هذا الوضع مع استراتيجية المغرب القائمة على تنويع الشركاء وتدويل السردية الخاصة، مما يبرز بأحد أكبر موقع الجزائر المعزولة. وباعتماده هذا السلوك يتمكن النظام لكل المواثيق والأعراف الدبلوماسية، ويضع نفسه خارج منطق الشرعية الدولية التي يدعي الدفاع عنها. وهذا يكشف كيف أن النظام العسكري بافتقاره للواقعية والبراغماتية يفضل الغرق في الأوهام الأيديولوجية على مواجهة الحقائق الجيوسياسية. بالإضافة إلى ذلك، يعلمنا التاريخ أن هوس الهيمنة الإقليمية غالباً ما ينقلب إلى ضده، ليتحول إلى عزلة وفقدان للتأثير، كما في الحالة الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية. الفصل السادس: الخلاصة. من رد الفعل إلى هندسة المعنى. أظهر التحليل المتعدد الأبعاد أن السيادة الرمزية تتجسد في القدرة على إنتاج المعنى وتثبيت السردية الذاتية في الفضاء الدولي، بحيث تصبح الأمة وثقافتها هي المرجع الذي تعتمد عليه الدولة لتعرف بنفسها ويحدد صورتها أمام الآخرين. وبهذا المعنى لا تقاس السيادة بعدد القواعد العسكرية أو المساحة أو الدعاية، بل بقدرة الدولة على أن تكون مصدر تعريف لذاتها. من زاوية أخرى، تكشف القراءة السالفة أن المغرب فوبيا ليست مجرد خطاب عدائي أو رد فعل ظرفي، بل أداة مؤسساتية لإدارة أزمة الشرعية داخل المنظومة الحاكمة بالجزائر، تعمل بوظيفة مزدوجة: خارجياً لتبرير الصراع الدائم، وداخلياً لامتصاص التناقضات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. إنها آلية دفاع جماعية تعيد إنتاج نفسها عبر أجيال من النخب السياسية والعسكرية، لتصبح جزءاً من هوية النظام أكثر من كونها خياراً استراتيجياً. وبذلك تتأكد الفرضية الأولى للمقال، أن المغرب فوبيا ليست ظاهرة خارجية بقدر ما هي أنتروبيا للجهاز العسكري بالجزائر. ولمواجهة هذه الحرب الرمزية التي تشن بشكل هستيري ضدها، تسلك المملكة مسارات استراتيجية متعددة تقوم على: أولاً، التأثير الهادئ كدرع استراتيجي، حيث يدير المغرب صراعاته الرمزية بذكاء ناعم واستراتيجية متدرجة تقوم على الدبلوماسية الهادئة والإنجاز الواقعي بدل الخطاب الانفعالي والشعارات الأيديولوجية، وبذلك يجعل من الفعل الواقعي لغة رمزية بحد ذاتها، ومن الحضور الميداني ترجمة لمعنى السيادة لا شعارا لها. وتتجسد تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال توظيف البعد الثقافي والروحي لبناء صورة الاعتدال والانفتاح، مستندا إلى إرث صوفي مغربي يوازن بين الثبات والمرونة. تفعيل الدبلوماسية الثقافية عبر توثيق التراث المغربي وتدويله، التمغربيت. توظيف الإنجازات الرياضية والفنية كرموز للريادة الحضارية والانفتاح والتسامح. ثانياً، السيادة الرقمية وإعادة تموضع الخطاب، حيث أصبح المغرب يعتبر الفضاء الرقمي ميدان الحرب الرمزية المركزية، مما يستدعي إجراءات عملية متكاملة ومتناسقة تشمل منصات رقمية متعددة اللغات تروج لسردية مغربية تقوم على الشفافية، بناء قدرة رقمية بشرية عبر برامج تدريبية في مكافحة الأخبار المضللة، منظومة رصد وتحليل سيميائي لمواجهة التضليل الرقمي. ثالثاً، الصداقة والنجاعة المؤسساتية، حيث تتحول المصداقية إلى رأس مال رمزي يقترن بالإصلاح والوضوح والممارسات الجدية للحكامة، ليمنح الخطاب المغربي قوة أخلاقية تضاهي القوة الدبلوماسية. رابعاً، بناء مرجعية مغاربية جديدة بنقل الخطاب المغربي من موقف دفاعي إلى مشروع حضاري إقليمي وقاري يقوم على فكرة تمغربيت كهوية جامعة تتجاوز القطيعة الأيديولوجية وتستوعب التنوع الثقافي واللغوي والعقائدي. وفي الختام، يبدو جليا أنه بينما يكرر الخطاب الجزائري لغة الماضي والأسطورة الثورية، يركز الخطاب المغربي على لغة المستقبل والعمل الملموس، فالأول يستمد رمزيته من ذاكرة موشومة تستند على الماضي، والثاني من الإنجاز الفعلي ورؤية مستقبلية نابضة بالحياة.
وبهذه الطريقة انتصر التمغربيت في مواجهة المغربوفوبيا في جوهرها الرمزي كفلسفة جمع لا إقصاء، وكهندسة هوية قادرة على إنتاج المعنى، وخاصة كفن إثبات وحدة الأمة، تماما كما تبرز فسيفساء الزليج البلدي المغربي جمال الوحدة عبر تناغم اختلاف أجزائها. فكل قطعة تملك بصمتها اللونية الخاصة، لكن اكتمال الصورة لا يتحقق إلا بها جميعا. أنها الرسالة التي يحملها المغرب إلى عالم تائه بين ضجيج الشعارات وفراغ الدلالات، إذ أثبت المغرب أن القوة الحقيقية تقاس بعمق الفكرة لا بشدة الصوت، وبقدرة الأمة على تحويل تاريخها إلى مشروع مستقبلي نابض بالحياة. إنها حرب على الشرعية الرمزية وعلى الحق في التأويل قبل أن تكون خلافا جيوسياسيا، وقد كسبها المغرب بالمعنى لا بالصوت، وبالإنجاز لا بالشعارات، وسلميا دون أن يطلق رصاصة واحدة. وأن ينصركم الله فلا غالب لكم.